أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن مشروع عقاري جديد عامل كلام كتير في الساحل الشمالي المصري، مشروع أورا الساحل الشمالي، أو زي ما ناس كتير عارفاه باسم سيلفر ساندز. أهلا بيكي. أيوة، المشروع ده لشركة أورا بتاعة المهندس نجيب ساويرس، ويعتبر من المشاريع الضخمة هناك. بالظبط. المعلومات اللي معانا بتقول إنه تجربة فخراء ومتكاملة. هدفنا بقى النهاردة نفهم أكتر يعني إيه اللي بيميزه فعلاً كاستثمار أو كمكان للإقامة، بعيد عن الكلام التسويقي. تمام، خلينا نبدأ بأهم حاجة لأي مشروع ساحلي: الموقع. فين بالظبط؟ الموقع ده نقطة قوة أساسية فيه، هو في الكيلو 243 طريق اسكندرية مطروح، يعني تحديداً كده بين سيدي حنيش وخليج ألماظة. المنطقة دي معروفة طبعا بجمالها وهدوءها، تعتبر من أرقى الأماكن دلوقتي. فعلاً، من أنقى وأرقى حتة الساحل حالياً. بنتكلم عن موقع يعني برايم لوكيشن بمعنى الكلمة، والوصول ليه من القاهرة حوالي 3 ساعات بس. 3 ساعات دي معقولة جدا. طب نيجي للمساحة. 500 فدان، دي مساحة ضخمة جدا وشاطئ كيلو كامل. مساحة كبيرة فعلاً. هل ده بقى بيترجم لتجربة أحسن ولا ممكن الواحد يتوه فيها؟ هو ده سؤال مهم. اللي واضح من المعلومات إن فيه اهتمام بفكرة التقسيم الذكي للمساحات، يعني مساحات خضراء واسعة بتفصل بين الوحدات عشان الخصوصية. يعني مش مجرد بيوت جنب بعضها وخلاص. بالظبط. الفكرة هي خلق مجتمع متكامل فيه إحساس بالوسع والخصوصية في نفس الوقت. التصميمات المعمارية كمان بيقولوا حديثة جدا. ده توجه عام في المشاريع الكبيرة دي، بتبني حياة مش مجرد وحدات. طيب والوحدات نفسها، إيه الأنواع المتاحة والأسعار عاملة إزاي؟ في تنوع كبير بصراحة، بس كلها في الشريحة الفخرة طبعا. يعني عندك شاليهات بتبدأ من حوالي 20 مليون جنيه. 20 مليون ده بداية. وفي فيلات مستقلة بتبدأ من 47 مليون، وبينهم بقى في دوبلكس حوالي 27 مليون، وتوين هاوس بيبدأ من 30 مليون. وكل ده تشطيب كامل فاخر؟ تشطيب كامل سوبر لوكس. وحتى في شقق فندقية أو براندد أبارتمنتس. دي اللي بتبقى بخدمة فندقية وإدارة عالمية، صح؟ تمام، دي بتدي مستوى خدمة صيانة عالي، وممكن كمان تتأجر عن طريق الإدارة الفندقية، فبتدي بعد استثماري إضافي. التنوع ده بيخدم ناس مختلفة، بس كلهم طبعاً جوه الشريحة العليا. الأسعار طبعاً بتعكس ده، لكن اللي ممكن يخلي الموضوع أسهل شوية هو نظام السداد. بيقولوا 10% مقدم؟ أيوة، 10% مقدم، وبعد 3 شهور بتدفع 5% كمان. والباقي؟ الباقي على 6 سنين وبدون فوائد. 6 سنين بدون فوائد، ده تسهيل كبير قوي. هو فعلاً عامل جذب قوي جداً للشريحة دي، بس خلينا واقعيين، حتى مع التقسيط ده الأسعار الإجمالية لسه عالية جداً. أكيد، يعني هو بيسهل على اللي يقدر أصلاً. بالظبط، هو بيوسع دايرة المهتمين جوه الشريحة العليا دي أكتر ما هو بيفتحها لشرايح أقل. نقطة مهمة. طيب غير البيوت والسداد، الخدمات إيه أخبارها؟ عشان تبقى حياة متكاملة زي ما بيقولوا. الخدمات أساسية طبعاً. المصادر بتتكلم عن حمامات سباحة كتير، لاندسكيب ضخم، منطقة تجارية فيها مطاعم وكافيهات كويسة، نادي شاطئي خاص للملاك. وطبعاً أمن وجيم وسبا والحاجات دي. أكيد، 24 ساعة جيم وسبا ومناطق ترفيهية للأطفال والكبار. الفكرة إنك تلاقي كل حاجة جوه المكان. يعني مجتمع مقفول على نفسه بيوفر كل حاجة. هو ده الهدف. لو الخدمات دي جودتها عالية فعلا وإدارتها كويسة، يبقى بيحققوا الوعد بتاع الحياة المتكاملة ده. بتخلي الإقامة هناك تجربة شاملة. تمام، يبقى لو حبينا نلخص بسرعة، نقط القوة الواضحة هي الموقع الاستراتيجي المميز، المساحة والتصميم اللي بيحاول يوازن بين الفخامة والخصوصية، تنوع الوحدات الفخرة، نظام سداد مغري جدا للشريحة المستهدفة، وخدمات متكاملة. بالظبط كده. هو بيقدم نفسه كخيار قوي، سواء للاستثمار العقاري الهاي اند في الساحل، أو للي بيدور على مكان يقضي فيه إجازة أو يعيش فيه تجربة مختلفة، يعني فخامة مع الطبيعة وخدمات. هو فعلا نموذج للمشاريع العملاقة دي اللي ممكن تغير شكل الساحل. ترفع سقف التوقعات للرفاهية في الساحل كله، وإزاي ده ممكن يأثر على المنطقة والمشاريع التانية الأصغر أو الأقدم. سؤال مهم. هل الساحل بيتحول لوجهات إقامة شبه دائمة، كل وجهة عبارة عن عالم صغير متكامل؟ ممكن تكون دي بداية التحول فعلا، نقطة تستحق نتأمل فيها.